أوصت لجنة الطوارئ العليا إلى سيادة الرئيس تمديد حالة الطوارئ ل30 يوم. 2. الاستمرار في الإجراءات المعمول بها الآن ولمدة أسبوعين آخرين. وهنا يجدر التنويه إلى أن الحكومة سوف تحصل على الدفعة الأولى بواقع 50,000 مطعوم من عدة مصادر أهمها آلية كوفاكس الدولية، وعلى هذا سيتم البدء بالتطعيم أواسط الشهر الحالي، فيما نتوقع وصول الدفعة الأولى من المطاعيم التي تعاقدت الحكومة على شرائها نهاية شهر أشباط الحالي أو أوائل الشهر الذي يلي. من جانب آخر، جرى توجيه لوزارة الصحة لإعداد بروتوكول طبي خاص بالعملية الانتخابية المرتقبة. والآن أود أن أوجه رسالة باسم إخواني الوزراء إلى الأهل في قطاع غزة. لقد بدأت الحكومة مراجعة الأوضاع في قطاع غزة أواسط العام قبل الفائت، ومشاكل قطاع غزة مقسمة إلى جزئين: الأول وهو ما يحتاج إلى مصالحة، آملين أن تحل هذه المشاكل بعد إجراء الانتخابات. والثاني بدأنا في معالجة العام قبل الفائت وسنستمر في معالجة الآن، وهو كما يلي: 1. التقاعد المالي. وجدنا أن الموظفين وعددهم 6800 موظف قد تم إحالتهم إلى التقاعد ماليا دون أن يتم استيفاء تقاعدهم رسميا، ومعظمهم على رأس عملهم، وهذا أمر استدعى الحاجة إلى المعالجة فعلا. وكما تعلمون فإن سيادة الرئيس قد وجه لنا معالجة هذا الأمر، وبدأنا به سابقا، وتوقفنا بسبب الأزمة المالية وأزمة المقاصة، والآن مرة أخرى بدأنا بمعالجة ذلك، وسوف يتم تنفيذ هذا الأمر ابتداء من الشهر الحالي مع راتب شهر 2، وسوف يستفيد من هذا البند 6800 موظف. ثانيا، الخصومات على الرواتب. جرى خصومات على الرواتب في السنوات السابقة متعلقة ببعض العلاوات بنسبة واحدة متساوية على جميع الموظفين في قطاع غزة، وعليه لا يمكن معاملة جميع الرواتب على أنها موحدة. هناك تباين في العلاوات بين موظف وآخر. ولمعالجة هذا الأمر واستنادا إلى توجيهات الرئيس، فإنني أحلت التوجيهات إلى وزارة المالية لإنجاز رواتب كاملة هي مستحقة للموظفين جميعا اعتبارا من راتب شهر 2 الحالي، وسوف يستفيد من هذا حوالي 25,000 موظف. 3. تفريغات 2005 وعددهم 12,000 موظف، 12,000 شخص. عندما تسلمت الحكومة الحالية زمام أمورها، وجدنا هؤلاء الإخوة الأعزاء يتقاضون 750 شيكل شهريا، وقد أعدنا لهم المبلغ المتبقي بحيث أصبحوا يتقاضون 1500 شيكل شهريا. هؤلاء الإخوة هم أرادوا الالتحاق بالأجهزة الأمنية عام 2005، يعني قبل 16 سنة، وبسبب ما جرى في قطاع غزة لم يستكمل تفريغهم، وعليه فإننا سوف نعالج قضاياهم واستيعابهم بالتدريج. إن الأزمة المالية الفلسطينية للأعوام الماضية كان سببها وقف المقاصة وتوقف المساعدات الأمريكية وتوقف المساعدات العربية. ورغم أن هذه الأزمة لم تحل إلا بالشق المتعلق بالمقاصة، فإن الرواتب سوف تدفع كاملة استنادا إلى قاعدة البيانات لدى وزارة المالية وديوان الموظفين، حتى لو اقتضى بنا الأمر إلى الاقتراض وتقاسم لقمة العيش مع أهلنا في غزة. وأنا أعلم وإخواني الوزراء يعلموا
أن مشاكل غزة ليست متوقفة على الموظفين فقط. هناك الفقراء الذين نلتزم بمساعدتهم، حيث تتلقى حوالي 81 ألف عائلة مساعدات من الحكومة عبر وزارة التنمية الاجتماعية. وهناك العاطلين عن العمل من الشباب وذوي البطالة الدائمة الذين سنعالج مشاكلهم